لو تحدثنا عن النزلات المعوية باعتبار أن فصل الصيف تكثر فيه حدوث النزلات المعوية عند الطفل، ما علاقة ذلك دكتور النزلات المعوية بفصل الصيف بالتحديد؟ زي ما قلت لحضرتك من شوية أنه فصل الصيف فصل النشاط بتاع الطفل، أنه بيخرج كتير، أنه بيحتك بأطفال بره البيت، أنه بيحتك بأصحابه، أنه بيروح ياكل في أماكن من بره، انه بيقضي فترات طويله بره البيت خارج المنزل، فبالتالي عرضه انه ياكل حاجات خارجيه كتير، فكل ده بيعرضه للعدوى. لكن مش معنى كده انه ما بيحصلش في الشتاء، لا بيحصل في الشتاء بس مش بالصوره الزايده زي في الصيف. في المصايف الاطفال بيطلعوا على المصايف وهكذا. دكتور ارتفاع درجه الحراره، هل ارتفاع درجه الحراره ممكن يزيد من فرصه تلوث الغذاء؟ لا. يعني تكاثر البكتيريا على الغذاء وبالتالي الاصابه بالنزلات المعويه ام ماذا؟ ده بالنسبه ما احنا الزياده دي عن طريق، يعني احنا بنقول النزله المعويه دي عدوى، يا اما فيروسيه يا اما طفيليه يا اما ميكروبيه. فتره الصيف ولو الاكل الخارجي بيبقى غير مغطى، ده بيدي فرصه للميكروب انه يزيد. كذلك وجود الطعام في درجه حراره عاليه، ده لان احنا الميكروبات ما بتشتغلش في درجه الحراره القليله. نعم. او الفيروسات حتى لما يكون درجه الحراره عاليه، ده بيدي فرصه ان الفيروسات تنشط للميكروبات او تتواظب بشكل اعلى شويه.